بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين إيه يا أصدقائي وحبايبي وإخواتي؟ أتمنى تكونوا في أفضل حال يا رب، وصحة وسعادة وهنا وراحة بال، ودايما كده يا رب زايدين مش ناقصين بإذن الله. والنهاردة هنعمل مع بعض الفايش بكل تفاصيله وخميرة اللبن. أيوة، خميرة اللبن في الشتاء بكل تفاصيلها وأسرارها. هنتكلم مع بعض في فيديو النهاردة عن كل حاجة عن الفايش يا جماعة. بداية بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على حبيبنا عليه أفضل الصلاة والسلام. خميرة اللبن تتكون يا جماعة من 3 مكونات مهمة جدا عشان خميرتك تنجح وتبقى لك زي الفل. جبت بقى كيس لبن نيدو. عاوزة تعمليها باللبن السايب، بس أهم حاجة يكون طالع كده حلبة طازة. حلبة طازة يعني جبتيها الصبح من واحدة بتبيع جنبك، جارتك أو أي حد بيبيع، يكون حلبة طازة خالص يا جماعة، من غير ما تفوريها ولا أي حاجة، ولا طبعا مخطوط عليها ولا نقطة مية. إنما أنا بعملها بلبن النيدو بتطلع لي زي الفل. والمكون التاني اللي هو السمسم، معلقتين سمسم كبار كده زي ما انتم شايفين كده. والمكون التالت قرنين شطة حمراء ملهلبة يا جماعة، وخصوصا الشطة السودانية هتبقى حلوة جدا للخميرة. جبت برطمان مربى زي ما انتم شايفين كده، معقم مغسول كويس. حطيت معلقتين السمسم، حطيت قرنين الشطة، كل قرن كده قسمته نصين. أهم حاجة تكون شطة سخنة يا جماعة. اللبن النيدو حطيت عليه كوباية مية وغليتهم على البوتاجاز، وأول ما غلى وفار معايا نزلت عليه على طول بقى على البرطمان. في الشتاء تطفي البوتاجاز على طول على البرطمان، إنما في الصيف لا، نسيبه يهدن شوية وبعد كده نقفل البرطمان ونشيله في حتة دافية. إنما في الشتاء لازم يكون سخن يا جماعة، يكون سخن وفاير كده من على بوتاجازه. طافية البوتاجاز على البرطمان عدل. حركت المكونات مع بعض زي ما انتم شايفين كده. هغطي البرطمان بتاعي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، واحطه بقى في حتة دافية. بقى تحطيه في فرن البوتاجاز، تحطيه في الدولاب عندك وسط الهدوم، تحطيه في كرم المية صغير كده وتحاوطيه بالهدوم. انا حطيته بقى في الدولاب بتاعي وسط الهدوم، وخمرت لي وبقت لي زي الفل بالشكل اللي انت شايفينه ده. تعرفيها ازاي خمرت؟ هتلاقي كل المكونات رست لفوق من السمسم والشطة واللبن، وعمل زي طبقة عازلة كده، والمية رست لتحت. يبقى كده الخميرة بتاعتي شاطرة وزي الفل. بنكسر عليها مرتين يا جماعة عشان خاطر نختمر الخميرة. أول كسرة في حلة صغيرة بالشكل اللي انت شايفينه ده. أنا مدفية مية حطيتها في الحلة، ومجهزة طبق دقيق بالشكل اللي انت شايفينه ده. بشيل بقى، حطيت الخميرة بتاعتي كل البرطمان بكل اللي فيه، بس شلت الشطة خلاص مش عاوزينها. حطيت الدقيق بقى وبلف لفانة الخميرة بتاعتي بالشكل اللي انت شايفينه ده. مش بعجن، وعجينة تكون مرخية ما تكونش تخينة. اول ما خلصتها بقى بقوم رشة من فوق شوية دقيق كده، وبكمرها بقى في حتة دافية عشان تخمر معايا. دي الكسرة الأولى. خمرت معاكي وبقت لك زي الفل. دوقيها شوفي محدقة ولا مسكرة. لو لقيتيها محدقة انصحك ما تعجنيش عليها، مسكرة يبقى الخميرة بتاعتك حلوة وزي الفل. يبقى كده تكسر عليها الكسرة التانية انت ومطمنة. الكسرة التانية هتكون في حلة أكبر، طبقين دقيق كده، وتحطي تفضي كل الحلة بتاعت الخميرة بتاعتك، وتكوني مدفية مية برضو. تحطي كوبايتين مية، وتحطي الدقيق بتاعك، وتلفي نفس اللي عملتيه في الخطوة الأولى. في الكسرة الأولى تعمليها في الكسرة التانية، تلفي لفان بإيديكي وما تعجنيش، وعجينة تكون مرخية طبعا عشان تخمر لك بكل سهولة. وترشي من فوق الدقيق، واغطيها بقى واسيبها في حتة دافية لحد ما تخمر معايا. دي خطوات الخميرة الناجحة يا جماعة. عشان تنجح معاكي لازم تعمل الخطوات دي، وعشان خاطر انتوا عارفين الدقيق غالي، فما تغامروشي، لازم تكسري عليها مرة واتنين وتدوقيها اذا كان حلوة ولا حادقة. حلوة يبقى الخميرة معاكي هتطلع لك زي الفل، والفايش بتاعك هيطلع لك زي الفل.
كسرت الكسرة التانية وخمرت معايا وطلعت لي زي الفل وملت حلتها. دلوقتي هنبتدي العجين. حطيت معايا 4 كيلو لبن. النهاردة حاملة 12 كيلو من الدقيق، عليهم 4 كيلو لبن. واللبن ممكن تعجني بلبن صافي، أنا زودت مية، يعني ممكن تحطي 6 كيلو لبن 7 كيلو لبن. إنما لا، لو عايزة تزودي مية عادي جدا. عاوزة تعجني على طول بكله لبن فعادي جدا برضو. معايا ال4 كيلو لبن، حطيت 2 كيلو وحطيت عليهم 12 كيس من الفانيليا عشان تديلي الريحة الحلوة تحت الفايش. وحطيت عليهم معلقتين ملح ونص كوباية سكر. ونزلت عليهم بالخميرة بتاعتي، فضيت كل الحلة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونزلت عليهم ب12 كيلو من الدقيق. وحطيت على 12 كيلو دقيق 6 كيس بيكنج باودر، يعني كل 2 كيلو دقيق عليهم كيس بيكنج باودر. وحطيت معلقتين كبار من الكركم عشان يديني اللون الأصفر بتاع الفايش الجميل. وهبتدي بقى أختم العجينة كويس جدا. ما وصيكيش بقى في خدمان العجينة. حطيت ايدي التانية وابتديت عجين زي ما انتوا شايفين كده. عجينة الفايش بقى بتحتاج جهد ومجهود جامد جدا. حطي ايديك الاتنين لو الكمية كبيرة، ما لو الكمية صغيرة فاعجن بإيد واحدة واخدميها كويس جدا. عايزين عجينة تكون ماسكة متماسكة كده وطرية في نفس الوقت، وأهم حاجة يكون ليها عرق. فابتدي بقى وباللبن بقى تزقي كمية اللبن التانية، ابتديت أزقي بيها شوية بشوية. وابتديت أعجن بقى العجينة بتاعتي وزودت مية. خلصت كمية اللبن زودت مية. طب حطيت قد ايه سمنة؟ أنا حاطة كوبايتين كبار من السمنة، كوباية سمنة بلدي كبيرة وكوباية سمنة من العلب العادية. فكوبايتين سمنة كبار يعني حوالي كيلو سمنة. كيلو سمنة على الكمية اللي أنا عاملاها 12 كيلو دقيق. ممكن تحطي زودي سمنة براحتك، عايزة تقللي عن كده برضو براحتك. أهم حاجة يا جماعة في الفايش التقطيع لازم تقطع الفايش بسمنة. ما تحطيش زيت. أنا بخلص زيت وسمنة، بس كمية السمنة بتكون أكبر من الزيت. يعني مثلا لو حطيت كوباية سمنة هحط عليها ربع كوباية زيت، نص كوباية. خلطهم في بعض وابتدي اقطع بقى، ادهن الصاجات بتاعتي وبعد كده ازود سمنة وابتدي اقطع في الفايش بتاعي. فاهم مرحلة في الفايش مرحلة التقطيع. لازم بين كل واحدة الفص والتاني تحطي سمنة عشان يطلع لك كده بكل سهولة ويطلع لك كده مفشفش وحلو. عجنت العجينة بتاعتي وخلصتها، وفي الآخر كده على الوش كده رشيت لها شوية زيت وغطيتها وخليتها تخمر في حتة دافية. وخمرت زي ما انتم شايفين كده وملت حلتها. لازم ضروري خمور إذا كان في العجين أو في الخميرة. لازم الخميرة لما تيجي تكسر عليها الكسرة الأولى والتانية لازم كده الخمور يوصل للخطاية ويلصق فيها كده يبقى خمورها كويس. أما العجين بقى لازم ضروري يكون لازق في الغطاية بتاعت الحلة اللي انت عاجنة فيها، يبقى كده خمورها ممتاز وزي الفل. ابتديت بقى دهنت الصاجات زي ما قلت لك بسمنة وزيت، والأكتر سمنة. ابتديت بقى أقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتقطعيه صوابع كده، وكل بين كل فص والتاني بدهن سمنة. ضروري تدهني سمنة أول ما تقطعي، تحطي على ايديكي كده وتحطي بين الفص والتاني وفوق من فوق كده. أول ما تخلصي الصاجة كلها تقومي دهنها بالسمنة فيطلع لك كده من الفرن بكل سهولة. في ناس بتقول لا أنا العجينة بتلصق كده، الفصوص بتلصق في بعض، فأكيد دهنت زيت او حاطة كمية الزيت اكتر من السمنة. فلا الزيت ما يتحطش يا جماعة انتوا بتقطعي. انا حطيته لما ابتديت ادهن الصاجات، حطيت كوباية سمنة عليها نص كوباية زيت ودهنت الصاجات كلها بتاعتي وجهزتها. بعد كده زودت سمنة تاني وابتديت اقطع. فلازم تقطعي بالسمنة. السمنة ضروري جدا، بيطلع لك كده بكل سهولة من الفرن وانتي
تطلع كده من الصاجة كده يطلع لك بكل سهولة. زي ما انتم شايفين كده انا وابتدينا نقطع كده خمر معايا. طالما خميرتك حلوة بيخمر معاكي بكل سهولة. اول كام صاجة كده تلاقيهم خمروا ولازم تولع الفرن عليهم. سبت امي تقطع في باقي العجين، واخر كده صاجة كده بنعملها شريك زي ما انتم شايفين كده، او القرص الطرية زي ما بتقولوا عليها. شغلت الفرن بتاعتي عشان الصاجات بتاعتي خمرت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ضروري كمان تخلي الصاجات تخمر وتملى الصاجة كده، العجين يخمر ويملى الصاجة بتاعته بالشكل اللي انتم شايفينه ده. سخنت الفرن ووطيت عليها، لازم تهدي الفرن عليها النار. حطيت الصاجات بتاعتي وهبتدي اقفل عليها بقى. ما افتحش غير بعد ربع ساعة تفتح عليها كده. واذا كان فرنك ما بتجيبش كده العجين كله تحمره مرة واحدة، فلازم تدوري الصاجات كده عشان تحمر لك من كل الجوانب. زي ما انتم شايفين كده بيحمر ما بكملش 20 دقيقة 25 دقيقة في الفرن، بيطلع لك كده محمر من فوق ومن تحت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. دي مرحلة بقى انت فصفص الفايش بتاعي، بفصفصه من بعض بيطلع لي بكل سهولة عشان خاطر حاطة سمنة، كمية سمنة حلوة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بخلص بقى كل كمية الفايش بتاعتي اسويها في الفرن. هنبتدي بقى بمرحلة جديدة هي الجرجيش. هنجرجش بقى نفس الصاجات اللي انا خبزت فيها، اجيبها بقى واحط عليها الفايش بتاعي وابتدي بقى اخبزه تاني. يعني اجرجشه بقى، توطي عليها النار يا دوب شمعة وتسيبيه بقى يحمر من فوق ومن تحت ومن جوه. انا عايزاه من جوه يحمص من جوه عشان خاطر يقعد لك اطول فترة معاكي. لو سبتيه كده انت مجرد بس اديتيه كده لون من فوق ومن تحت ومن جوه لسه طري ولين، لا، الفايش لازم يحمص من جوه يا جماعة. وانا عاملة بخميرة لبن مدتها بتطول، بس اهم حاجة مرحلة الجرجيش للفايش. جرجشيه كويس وحمص لك من جوه، هيطلع لك حلو ومجرجش كده وحلو طعم حلو، وكمان هيقعد لك فترة طويلة. لو قعد معاكي شهرين ما يجرالوش اي حاجة. زي ما انت شايفين كده ميزة خميرة اللبن ان بتخلي الفايش معاك يقعد فترة طويلة عن الخميرة البيرة. الخميرة البيرة ملهاش عمر، مجرد ما تخليه 15 يوم معاكي ما تعمليش كمية كبيرة. جرجش زي ما انت شايفين كده طالع لي زي الفل. عايزه اقول لك خميره اللبن في الشتاء لازم تدفيها. يعني مثلا فتحت عليها كده عملتيها الصبح الساعه، وخصوصا تعمليها الصبح بدري على الساعه 7 كده الصبح اعمليها. فتحتي عليها على العشاء كده لقيتيها ما خمرش، لا، جيبي ميه دافيه وحطي البرطمان بتاعك في الميه الدافيه واكمري عليها تاني وسيبيها. هتروحي بعد ساعتين كده هتلقيها خمرت وزي الفل. حتى لو خمرت لك بالليل اعجني بالليل ما يهمكش في الشتاء. طالما خمرانة وخميرتها حلوة وشاطرة فهتخمر لك. ومش يعني مش تقولي لا مش هتخمر معايا، لا، هتخمر معاك وتطلع لك زي الفل. حطيها في أوضة كده دافية واطفي النور كده واقفل الباب بعد ما تقطعي كل الصاجات بتاعتك، واقفلي عليها وهتخمر لك وتطلع لك زي الفل. خلصت كل الكمية بتاعتي وطلعت لي جميلة جدا وطعمه حلو جدا. اتمنى تجربوه واتمنى تجربوا طريقتي وتعملوا الخميرة اللبن في الشتاء. لا، مش تقولوا الشتاء مش هتخمر معانا مش هتطلع حلوة، لا، اعمليها وهتطلع لك زي الفل. اعملي طريقتي وان شاء الله مش هتندمي. وزي ما انتم شايفين كده طري من جوه ومحمص وحلو جدا وطعمه جميل جدا. واتمنى كل اللي اشترك في قناتي اشتراككم على راسي من فوق، واللي لسه ما اشتركش اتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد عندي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.